نوع من الأرز المقلي التايلندي مشهور كثيرا في الأوساط السياحية. يشتهر بين سياح الخليج باسم كابات كون. قطع من الروبيان، بيضة طازجة، بازلة خضراء، جزر مقطع صغير، بصل مقطع صغير، بصل أخضر، ملح، فلفل حار طازج، فصي ثوم مدقوق، نصف ملعقة شاي فلفل أبيض، ملعقة شاي معجون الروبيان، ملعقة طعام فيش صوص، ملعقة طعام ماجي سيزم، ملعقة طعام صويا صوص معتدل الحلاوة، زيت نباتي، رز أبيض تايلندي مطبوخ وبارد. في البداية دعنا نحضر الروبيان، وأحب أن أطبخ بشكل مستقل حتى لا ينضج كثيرا مع التقليب المستمر للرز ويصبح مطاطي. لذلك أقلب قطع الروبيان العدد الذي تحبه في قليل من الزيت مع رشة من الملح والفلفل الأبيض مدة دقيقتين لا أكثر. ثم أرفع القطع جانبا. في نفس المقلاة قد أحتاج إلى المزيد من الزيت. أضع الثوم المدقوق والفلفل الأخضر الحار والفلفل الأبيض في الزيت، وأنتظر حتى تطلق رائحة الأعشاب والبهارات. ثم أضع معجون الروبيان وأكشنه في الزيت حتى تطلق رائحة المعجون. معجون الروبيان وهو خام ذو رائحة نفاذة قوية، تكشينه في الزيت أو تحميصه تقلل من الرائحة النفاذة للمعجون، فيعطي طعم فريد مميز للطبق. كما أن وجود المعجون يعزز نكهة الروبيان في وصفة طبق الأرز المقلي بالروبيان. ثم أضع البيض وأقلبه. ضع الخضار المفضل لدي، وهنا اخترت الجزر، البازلاء، البصل، وأقلب المكونات حتى تنشف الماء من الخضار. ثم أضع صوص التتبيل سيزون ماجي، ويمكن استبداله بصويا صوص معتدل الملوحة. صويا صوص معتدل الحلاوة لإعطاء الرز نوع من الحلاوة البسيطة واللون الغامق. أضع فيش صوص وأقلب المكونات. ثم أضع الأرز الأبيض التايلندي المطبوخ البارد، إما وضعته في الثلاجة
أو طبخت الرز فترة كافية لتبرد تماما. أقلب المكونات السابقة جيدا. في الأخير أضع البصل الأخضر وأقلب دقائق ثم أطفئ النار. أتذوق الطعم الناتج إن كان ينقصه شيء من الملوحة أو إغماق اللون بإضافة المزيد من الصوص. وهنا يجب أن أضع الملح في الأخير لأن معجون الروبيان مالح، بالإضافة إلى وجود فيش صوص وصويا صوص فيها من الملوحة أيضا، لذلك يفضل التذوق أولا إن كان يحتاج إلى الملح أم لا. الوصفة جاهزة، أضعها في صحن التقديم. أزين وجه الطبق بقطع من الروبيان وأوراق البصل الأخضر. يقدم الطبق إلى جانب سمبل لادو التايلاندي.